السلام عليكم من مطبخي مطبخ التوفير. اختكم في الله الشيف زينة عبد الحميد. هنعمل مع بعضينا صوص المانجا الخطير اللي بنعمله للحلويات زي ما انتم شايفين كده اهو. تعالوا شوفوا الفيديو عملناه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل صوص المانجا زي ما انتم شايفين. عندنا مانجا عصير ضربناه في الخلاط مكثفه زي ما انتم شايفين. عندنا معلقتين على حسب الكمية بنحط النشا، يعني لو نص الكمية دي بنحط معلقة، لكن الكمية دي عبارة عن 4 كوبايات، بتبقى معلقتين نشا على نص كوباية، يعني يعتبر نص كوباية على نص كوباية مية. عندنا من تلت كوباية سيرب. لو مش متوفر عندك معلقتين عسل او معلقتين عسل الجلوكوز، او تعملي سيرب اللي هو مكون من كوبايه سكر ونص كوبايه ميه، عصره ليمونه، 10 دقايق على النار، ونحصل على طول على شربات زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين كده انا بعمله جاهز، بحطه في باب التلاجة. عندنا بقى ايه يعني قرصه ملح ليمون، وده برده بيبقى ايه مطلوب يعني في الحالة دي. زي ما انتم شايفين هنمسك اول حاجة، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط عصير المانجا. حطينا السيرب اهو، واقلبهم مع بعض، واحط كمان الفانيليا. ادي منكترش يعني قرصة كده زي ما انتم شايفين كده، كمية صغيرة. واخر مرحله نحط نص كوبايه الميه زي ما انتم شايفين كده، او معلقتين ميه، مجرد بس ندوب فيها ايه النشا زي ما انتم شايفين، يدوب تماما قوي وكله يبقى على البال، والميه اللي احنا استعملناها بارده زي ما انتم شايفين كده. ادي معلقتين النشا. ابتدي بقى ايه احطها على الصوص بتاعي، واقلب قبل ما احطها على النار. وطبعا اللي حصل في عصير المانجا يحصل في عصير الفراولة، عصير البرتقال، عصير الليمون. لو عايزين صوص مانجا، صوص فراولة، صوص برتقال، صوص ليمون، كل ده برضو احنا بنحتاجه للحلويات. زي ما انتم شايفين كده هحطها على النار مع التقليب لغايه ما تغلظ شويه، واقوم ايه يبقى كده انتهى الصوص بتاعي. زي ما انتم شايفين كده غلظ، هبتدي اطفي عليه. الله على ريحه المانجا، ريحتها جميله زي ما انتم شايفين كده. ده قوام وهو سخن، لما بيبرد وبيبقى في التلاجة بيغلظ اكتر من كده. هبتدي بقى اصب في البطرمانات. وادي صوص المانجا خلصناه في ثواني زي ما انتم شايفين كده. ودي كل ما يقعد طبعا عشان هو سخن، كل ما يقعد ايه يتقل زي ما يعني زي ما انت ما بتحبي بقى، تحبيه تقيل كتري ايه النشا، تحبيه قليل قللي النشا. زي ما انتم شايفين كده ادي صوص مانجا على اصوله في منتهى الجمال. ونعمل بقى منه الحلويات والدوناتس وكل حاجه. اي حاجه حلوه عايزاها هتعمليها بيها من الصوص الجميل ده والرائع ده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.